السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا احلى اخوات في الدنيا. هنعمل النهاردة حاجتين مش حاجة واحدة. الفيديو النهاردة حاجتين مهمين جدا جدا جدا. هما ايه؟ هنعمل وصفة ووصفتين، خلطة ووصف في فيديو واحد. هما ايه؟ ده الزيت اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات، اللي هو زيت اللوز الحلو، للزيت اللي هو اللوز الحلو الخام للهالات السوداء اللي تحت العين. انا عارفه ان في ناس كتير بتشتكي من الهالات السوداء اللي تحت العين، وهي ايه؟ هي بتبقى طالعه من يا اما من يعني من سوء التغذيه، سوء النوم، السهر، الكلام ده. وفي ناس بتبقى بطبعها هي كده خلقة ربنا، تحت عينها بيبقى اسود، بيبقى مش ضعف ولا حاجة يعني. هو بيبقى عندها الاسمرار اللي تحت العين ده. فهو في تلك الحالات يعني هو هيجيب نتيجة ان شاء الله باذن الله. جربوه كده قبل النوم كل يوم، دهان كده بتبل صبعك كده وبتحط حوالين العين كده، ما شاء الله بيدين بس كده وانت رايحه تنامي. ما شاء الله بيحوش الهالات السود. دي زيت خام، فطبعا مش هعرف ابيعه كده، ومفيش واحده هتاخد كل دي عشان تحطها ايه تحت عين. فاحنا بقى هنفرغ كده في العبوات دي. العبوات دي انا شارياها اهي. هنفرغ كده في العبوات دي. مثلا العبوه تبقى ب10 جنيه، اي عبوه من دول هتبقى ب10 جنيه. تاخديها على قد استخدام بتاعك، واما تبقى تخلص ابقى اجيب لكم ايه تبقوا تاخدوا تاني. بس ده زيت خام يعني. هفرغهم كده برضو وهوريها لكم عشان اللي يجي ان شاء الله ياخد له ايه اللي محتاجها، يعني ياخد ازاز. الازازه عبيتها اهو كده. الازازه هتدوق من دي، اي ازازه من دي شايفين ما شاء الله كميه كافيه قوي لكل اللي مثلا اللي في البيت يعملوا منها. ممكن كل اللي في البيت ايه يحطوا منها. يعني الازازه ما شاء الله كميه كبيره يعني بال10 جنيه. ما تبقى موجوده بقى في اي وقت. تقدروا ان انتوا ايه تاخدوها يعني. تعالوا بقى نشوف الوصفة الجبارة بتاع البشرة. بتعمل ايه في البشرة دي؟ الوصفة دي تفتيح وشد البشرة وتحوش التجاعيد وتفتيح وتنعيم وترطيب وتغذية. كل حاجة يعني ما شاء الله تعالي كل حاجة في البشرة. اعملوها وجربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. تفتيح ما شاء الله عليها يعني، تفتيح وترطيب في نفس الوقت. الناس كلها دلوقتي بشرتها مقشرة من البرد والتشريح بقى، مالي الدنيا والقشرة وكده. فده هتقضي على القشرة بتاع البشرة، ويعني لان هي بتعمل على ترطيب برضو، اللي هي ترطيب وتفتيح وتقشير في نفس الوقت. اول حاجة هنجيب اللي هو الجليسيود. الجليسيود اللي هو ده هناخد منه ايه معلقه. والكبسولات اللي هي دي كبسولات اللي هي ده اللي هي الفيتامين اي اللي بتيجي تجيبها من الصيدليه. لو عندك من 5 ل10 حطيهم، بس عشان مفيش عندي الا واحده بس فانا هحطها للخلطه بتاعتي انا. انما لما تيجي انتوا تعملوها حطوا من 5 ل10 وحدات، تمام. والفازلين العادي اللي هو الفازلين، فازلين طبي اللي هو العادي. واللي هي النشا طبعا نجيب معلقه نشا اللي هي العاديه، معلقه نشا عاديه خالص. ومعلقه لبن بودره اهو، اللبن البودره وليمون، وليمونه خضراء تعصريها وتاخدي العصير بتاع تعصريها كده على الخلط. ده الجليسلود الاصلي اهو، جليسلوليد، جليسوليد اهو. باخد تقريبا ايه بدي معلقه اهي، معلقه جليسوليد حطها هنا. هنضيف المكونات كلها ايه في العلبه الصغيره دي، وهي معايا هنا بغطا اهو عشان نستخدمها ونغطي عليها تاني. كمان زيها فازلين، في الجلوسليد اهو جوه اهو.
ونحط هنا ايه الفازلين، الفازلين الطبي اللي بحطه منه، بحطه بقى في جنب ازاي عشان ما اتلخبطش. لسه هنا بقى ايه معانا اللي هي زيت الزيتون، من الحق ما قلتلكوش عليها اهو. زيت الزيتون كان موجود في الخلطه في التركيبه. هنسيب الزيت والزيتون هنحط السوائل كلها الاول. هحط لبن البودره، انا كان عندي لبن بودره هنا كنت شارياه برضو ايه. خدت برضو تقريبا معلقه لبن بودره اهو، لبن بودره على فازلين على كريم جلوسلو. هنحط بقى معلقه نشا، نفتح الكيس برضو نحط معلقه. نحط كمان نقطة نشا، النشا جت ايه صغيرة. نحط كمان ايه معلقة، نحط شوية زيت زيتون. هنحط بقى الكبسولة دي برضو كده. حطينا فضيناها اهو كمان عليها. تعالوا بقى نقلب كده. قلب بقى كده ايه كل الخليط في بعض، قلبوه كويس وارجع لكم تاني. شايفين بقى الخليط عامل ازاي؟ ده بتحط كريم بقى كده على الوش، تحط زي كريم كده زي كريم المرطب على الوش. انا خفيته بنقطه كمان من زيت الزيتون، نقطه صغيره عشان نوصل للقوام ده. يبقى ناقص له كده الليمون بس. بني هنا في الكوافير بقى مفيش ليمون وكده، فاما اروح ان شاء الله اخد الخليط معايا نحطه منه بالليل واحنا رايحين ننام. ريحته حلوه وفي نفس الوقت مغذي للبشره. الليمون اصلا جميل برضو للبشره، بيفتح يعني. الليمون والنشا اصلا بيفتحوا البشره، واللبن البودره جميل للبشره، وزيت الزيتون تحفه للبشره، والجليسلوت جميل للبشره، والفيتامين اي اللي احنا حطيناه جميل للبشره. تخيلي بقى لو انت حطيتي كل دول مع بعض في وصفه واحده هيبقى النتيجه بتاعتهم ايه. كده بقى الوصفه كملت. والزيت اللوز اللي عملته لكم في اول الفيديو برضو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتتابعوا صفحتي على الفيسبوك. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.